هو ليه الزوجة زمان كانت ليها معاملة غريبة كده وخاصة قوي مع زوجها؟ يعني معاملة كده احنا كلنا دلوقتي بنتمناها. وليه طول الوقت كانت مقيمة قوي صورة الزوج الأب، يعني قدام أولاده قدام الدنيا كلها، مش أولاده بس. يعني تحس كده إن الزوج ده سي السيد في كل حاجة، برغم إن أنت لما تروح تشوف حياة الست دي تلاقيها بسيطة وقاعدة في بيت بسيط ومطبخها بسيط وعيشتها كلها بسيطة خالص. طب إيه هو إيه السر في كده؟ ليه الست دي كانت طول الوقت الأكل بتاع الزوج غير الأكل بتاع البيت كله؟ يعني مش مختلف، لا، أنا أقصد إن مثلا لو هي عاملة رز أو فراخ أو حاجة من الحاجات دي، تبص تلاقي طبق الرز بتاع الزوج كأنه مرصوص في الطبق حباية من حباية، منظم كده ومرتب. وتلاقي طبق السلطة أو أيا كان الطبق اللي هيتحط قدامه، تقطيعة الطماطم كده ليها شكل معين وليها نظام كده. تبص دايما لطبق الأب تحس إن الطبق ده مميز عن باقي كل الأكل، برغم إن الأكل كله بيبقى عليه رز وحاجات وسلطة، بس طبق الأب ده بيبقى مميز كده. تحس إن هو فيه اللي عملته غير اللي عاملة باقي الأكل. طول الوقت في قيمة كده للزوج وللأب. تحس كده إن الأب ده زمان كان له قيمة عالية جدا. كتير من الأزواج دلوقتي بيسألوا نفسهم السؤال ده: هو ليه الستات دلوقتي غير ستات زمان؟ ليه الست بقت بتقلل قوي من شأن الزوج؟ ليه مش حاسة بكيانه؟ ومهما بيعمل ومهما بيشتغل ويشتري لها بيت ويشتري معرفش ايه ويجهز لها البيت ده أفضل وأقيم جهاز في الدنيا، وبرضه تحسها مش عاجبها، برضه تحسها متضايقة ومخنوقة، وهو زوجها على بعضه مش عاجبها. ايه السر في كده؟ اقول لك انا ايه السر. السر حاجه بسيطه جدا قوي. زمان، والناس لو يعني انا معايا ناس من المتابعين، ناس كبيره في السن، انا فخوره جدا بيهم. آه هيعرفوا اللي انا بقوله ده، هيفهموا. زمان كان الزوج مسمي زوجته، يعني ايا كان اسمها كان ليها اسم الدلع. طول الوقت يناديها بيه: تعالي يا رزق الجميل، تعالي يا اجمل ست في الدنيا، تعالي يا فلانه، اعملي لي ده لو سمحتي يا كذا. كان في دايما للست آه، اسم دلع كده، اسم يحرك مشاعرها طول الوقت. وكان بيبقى متعمد ان هو يناديها بالاسم ده. مش بس كده، الزوج زمان كان وقت الاب اول ما يقبض، ويعني بيبقى مرتبه بسيط جدا غير طبعا دلوقتي خالص. فكان المرتب بيبقى بسيط جدا، والحياة والبيت وكل حاجة عندها بسيطة. تبص تلاقيه في عز ان هو عليه مسؤوليات ومصاريف اولاده ودراسة وحاجات، وبرضه كان بيبقى فيه ضغط زي دلوقتي، بس كانوا هم بيعرفوا ينظموا دنيتهم. تلاقيه يوم القبض ده جايب لها علبة صغيرة كده فيها حلويات، فيها جاتوه، فيها معرفش ايا كان النوع اللي هي بتحبه ايه، ويجيبه لها علبة صغيرة كده. فالعلبة دي لما كانت بتجيلها خلاص، خلاص يعني الستات مهما كانت عصبية ومهما كان فيها وبتزعق وبتعمل، الستات رقيقة جدا. الستات بتحب المعاملة الطيبة جدا، بتحب دايما اللي يقرب من مشاعرها، اللي يوصل للحاجة اللي هي بتحبها. فتبص تلاقي زمان الزوج ده يدخل وقت القبض كده: اتفضلي يا حياتي، بص انا جبت لك ايه، بص انا ما اعرفش ايه، انا قبضت النهارده. فتلاقي دايما في فرحه كده على الست كده مش طبيعيه. بتبقى انت دلوقتي تفتكر الحاجات بتاعت زمان دي وتقول: هو كان بيحصل ايه عن دلوقتي؟ ده انا دلوقتي بجيب لها كل حاجه في الدنيا وبرضه مش راضيه ولا مبسوطه. ما هي مش راضيه ولا مبسوطه علشان ما بقاش في كلام حلو يتقال، علشان مش طول الوقت بتمدح فيها، علشان هو زمان ما كانش فيه موبايلات، فطول الوقت كان بيبقى قاعد لامم اولاده كده جنبه وجنبها، ويجيب لب، يجيب سوداني، يجيب المكسرات الجميله بتاعت زمان دي، ويجمعهم كده ويقعدوا يتفرجوا على الكرتون والحاجات الافلام القديمه الحلوه، يتفرجوا عليها مع بعض. فطول الوقت فيه دفى، بيسمعها وهي تسمعه. ما كانش يحكي لها عن شغله، كان بيدخل يقول لها: انت عامله ايه، يخلي شغله ده لحد ما هي تسأله. طبعا هو واحد جاي يطمن عليكي وبيسألك عن يومك وحياتك، فهي كان ردها: الحمد لله كويسة، مهما كانت بتبقى تعبانة أنا كويسة. وتبتدي تحكي له عن يومها، وبعد كده تبتدي بقى تسأله: وانت عامل ايه،
فتبص تلاقي الست دي مهما كانت الضغوط اللي عليها والتعب اللي عليها، تبص تلاقيها اخر اليوم تجيب مثلا زيت معين كده تدعك بيه رجليه، تحط رجليه في ميه سخنه ما اعرفش ايه. ليه كانت بتعمل كده؟ ليه؟ هل مكسوره عينيها زي ما الست كانت زمان لازم ما اعرفش ايه وانتوا لازم الست ترجع لأصل؟ لا، هي الست زمان ما كانتش بتضرب بالجزم، الست زمان كانت متشاله على الراس. عشان كده كان بيبقى هو ده رد الاحسان، ان هو لما انت لما تعاملها كويس يبقى هو ده الرد. ما هو طبيعي انت بت... اهم حاجه في الدنيا، اهم حاجه وانا بتكلم فيها كتير قوي، الكلمه الطيبه. انت لما تدخل على زوجتك بكلمه طيبه وكلمه جميله، خلاص انت كسبت حياتك كلها. تبص تلاقي الدفى، تبص تلاقي الامان، تبص تلاقي كل حاجه. تبص تلاقي لو ولد صوته عالي عليك، تبص تلاقي هي اللي بتزعق بسرعه: انت صوتك بيعلى ازاي على بابا؟ انت ازاي بتعمل كده؟ ده بابا لما يجي، ده بابا. كل حاجه بابا بابا، فله قيمه وله شأن. مش زي دلوقتي. دلوقتي الست طول الوقت زعلانه ومضغوطه لان مفيش حد حاسس بيها، لان حضرتك بتدخل من البيت متضايق طول الوقت، سلام عليكم وانت قرفان وانت حران، تدخل تمسك موبايلك، ما بتسالهاش على يومها، ما بتسالهاش عن حاجه، ما بتسميهاش ولا بتدلعها باسم كده مميز بينك وبينها. دي زوجتك، يعني هي اكتر واحده، مش اكتر واحده، هي واحده بس اللي يتقال لها كلام حلو، اللي يتقال لها كل حاجه. هي الوحيده اللي ربنا قال لك قول لها كل حاجه حلوه. فغيره وابتدي مع زوجتك كلمها كلام كويس. ايوه بس انا دلوقتي عمري ما عملت معاها كده ولا كلمتها كويس ولا ناديتها باسم كويس. جرب بقى تعمل كده. طب انا لو عملت كده دلوقتي هي هتشك وهتقول لي ايه ده، هو انت متجوز عليا ولا انت فيك ايه ولا ايه، وهتفضل بقى تسأل وهتكرهني وتقول لي يا ريتني ما عملت كده وترجعني تاني زي ما كنت. طب ما بلاش ترجع زي ما كنت، وتعالى بالراحة بهدوء واقول لك اعمل ايه. اولا لازم يبقى عندك يقين كده من جواك ان انت عايز تغير بيتك وحياتك للافضل. ما دام وصلت للنقطة دي، اعرف ان باذن الله بيتك وحياتك هتعيش في سلام وهتعيش للافضل باذن الله. فاول حاجة اختار لها اسم جميل كده وقول لها بيه طول الوقت، دلعها بيه، شوفها هي بتحب ايه واعمله. اشتري لها حاجة هي بتحبها كل فترة. هي هتلاقيها هتشك فيك، هتبتدي بقى اول حاجة هتقولها لك: ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟ وانت عايز تتجوز عليا ولا ايه؟ هو انت عامل عاملة ولا ايه؟ هي طبيعي هتقول كده، ولازم يبقى عندك الاستعداد ان انت تسمع الكلام ده. ما هو طبيعي ان واحد طول النهار وطول الليل بيقول لها فين فردة الشراب، بيحاسبها على زرار قميص ضاع. فمن الطبيعي ان هو لما يجي يتغير ويبتدي بقى يكلمها بالحسنى، اكيد لازم تندهش يعني وتخاف وتشك، وبالذات دلوقتي مع الحاجات اللي بقت بتحصل من حوالينا تشكك. فطبيعي ان هي لازم تشك وتخاف. فيبقى رد فعل الجميل ايه بقى؟ رد فعل حضرتك انك بالراحه وبهدوء تبقى عارف ان ده هيتقال لك، تروح بالراحه كده وقايل لها: اصل انا بصراحه سمعت من كذا شيخ ان الزعيق والعصبيه والحاجات دي هي دي اللي بتجيب الفقر، هي دي اللي بتجيب الامراض. كمان انا لما سمعت من الدكاتره عرفت ان اكتر اسباب التعب النفسي والضغوط والحاجات دي الزعيق والعصبيه عماله على بطال. ولقيت كمان ان في حاجات ما ينفعش ان انا افضل طول الوقت ازعق عشانها، يعني في حاجات عادي ان هي تعدي. ما احنا عايزين بقى نغير من نفسنا، مش طول الوقت هنفضل مضغوطين مضغوطين. وبعدين انا ابتديت افكر فيكي وبلاقيكي بجد مضغوطه في البيت، فانت ليكي حق عليا. آه، طمنها. لما تطمنها هتلاقيها برضو لسه شاكه. ابتدي سيب الموبايل جنبها وادخل الحمام، ما تاخدوش معاك. هو انت بتعمل ايه بالموبايل جوه الحمام؟ هيونسك جوه؟ سيب الموبايل جنبها. ويا سلام لو رن كمان وتقول لها: لا يا حبيبتي لو سمحتي شوفي مين بيرن. خليها طول الوقت تحس ان هي موثوق فيها، انا في ثقه بيني وبينك، انا ما بكلمش حد. ايوه بس انا دلوقتي سهام ممكن تتصل عليا. طب هو احنا مش اتفقنا قبل كده ان المفروض عشان بيتي يتصلح ويبقى جميل امسح كل الحاجات اللي ملهاش لازمه على الموبايل؟ خليها لو سهام السكرتيره زفته اتصلت، علشان بس مش عايزين نغلط في الاسماء، لو كمونه دي اتصلت او غيرها، خليها هي ترد وتقول مين وانت مين وزوجي جوه وعايزاه في ايه وما اعرفش ايه. اديها الامان، خليها طول الوقت تحس ان انت مش شاري حد في الدنيا دي غيرها. في اللحظه دي عارف حياتك هتتقلب، هتلاقي نفسك معاك زوجه يعني
طول عمرك بتتمنى إن هي دي الزوجة اللي أنا عايزها، هتلاقيها معايا. لمّا تبتدي تدّي زوجتك الأمان وتحسّسها إن ما فيش حاجة أنت مخبّيها عليها، هتبتدي بقى كل حاجة تطلع، كل الحُب هيظهر، وكل حاجة أنت بتتمناها هتلاقيها ابتدت تحصل. الستات رقيقة جدًا، الستات حسّاسة جدًا، الستات ليّنة وطيبة جدًا. قليل أوي إن أنت تلاقي الست بتحب الشر مع زوجها، يعني هي في ستات يعني مش طبيعي لإن ربنا ما بيخلقش حد وِحِش، في ستات بتحب الشر زي ما في رجالة بتحب الشر. فإنما أنا باتكلّم على معظم الستات وأغلبية الستات، أغلبية الستات جواها خير وجواها الدفء وجواها حنان وأمومة، وطول الوقت بتحب المعاملة الطيبة الكويسة. فأنت لمّا تقول لها كلام كويس أكيد لو هي مش متعوّدة عليه في الأول هيبقى الرَد صادم، بعد كده هتتعوّد عليه وهتعوّدك أنت كمان على الدفا والكلام الكويس. الستات طيبة وحنيّنة، بلاش طول الوقت تحس إن هي عفريتة قدّامك، لإن الستات مش عفاريت، الستات لمّا بتوصل لحد العصبية اعرف وقتها إن أنت مش قادر توصّل لها الحاجة اللي هي عايزاها، هي مش عايزة منّك حاجة غير إن أنت تشوفها، غير إن أنت تهتم بيها، غير إن أنت لمّا تدخل من باب البيت تقول لها وحشتيني، إزيِك عاملة إيه، يومِك كان عامل إيه، رفقًا بالقوارير، فإنهم وصية رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.